السلام عليكم. سولوني العديد من الاخوات في التعليقات كنبغيو نخرجوا الماكينه، ولكن كاينه كاستري ما عندناش كيفاش نديروا ليها. فطريقه سهله جدا، خاص غير اللي يقدر يجرب. هي كتحلوا الباب، كتشدوا من هاد البلاصه هادي بحال هكا وكتجر. فطريقه رجوع الماكينه هي هاك او هاك، سهلة جدا جدا، ولكن من الأحسن يكون شي راجل اللي يقدر يدفع الماكينة. السلام عليكم متابعينا. الفرق ما بين ديريكت درايف والكروا هو أن ديريكت درايف متوازن، زائد الموتور لاصق في الطنبور ثابت، حتى لي زامونتيسور زاقين ما كيتحركوش بزاف، ما عليهمش واحد الضغط. لكن العادي كتكون الاحتكاك ما بين الكروا والبولي ديال الموتور، زائد ان الموتور كيميل التوازن لانه كاين لتحت. فاش كتبدا كتعصر الموتور كيبقى يمشي للور ويجي، كيمشيو ليها لي زامونتيسور قبل من ديريكت درايف. لهذا انا كنصح بديريكت درايف لانها كتضرب مده طويله، غير ما تقلوش عليها واحد. عندي الماكينه فاش كتبدا تعصر كدير الصوت بزاف. كاين بزاف د الحوايج اللي كيخليو الماكينه دير الصوت. اولا الرجلين ما مقادينش، بحال هادي دابا رجلين مقادين ولكن الداخل ديالها ما مقادش. هادي رجلين ما مقادينش، راه هي كتحرك كتمشي. اما هادي الطنبور كيلعب كامل. هادي شي رجل ما واصلاش خصها تقاد. اما هادي لي زامونتيسور ميتين، يعني كتلعب من الداخل ما متوازناش. اما هاد الثالثه اللي كتشوفوا قدامكم فهادوما الرولمات، فاش كيموتوا كتبدا الماكينه كتحرك وكانها باغا تخرج من بلاصتها. بالنسبه لهادي الرابعه فهادو غير حجرات كيكونوا محلولين، كتسمعوا التقرقيب، الصوت ديال التقرقيب، كتزيرهم كتولي عاديه. اما هذا الشكل هذا فاش كيبان لكم الطنبور كيلعب، فراه التوازن ديال الحوايج اللي كيشربوا الماء وقلالين كيشربوا الماء كيمشيو لجهه وحده كيبقاو يضربوا بالطنبور، فكتسمعوا الصوت في الماكينه كتقرقب، ولكن راه ممكن. السلام عليكم الاخوه والاخوات متتبعينا. اللي عندهم الماكينه مثلا بحال هكا شي رجل كضرب، فمن الاحسن انكم ديروا لها شي حاجه لتحت او تريقلوها، راه عندها واحد الريكلاج باش توصل للارض، او ديروا هاد البياسات اللي كاينين دابا. الا ما بقاتش كتحرك من الفوق فراه مزيان، الا بقات كتحرك من الفوق فراه ما كاينش المشكل غير في الرجلين، راه كاين المشكل في لي زامونتيسور اللي كيكونوا لداخل. يعني الطنبور كيتحرك بواحد الطريقه كثيره. شتي دابا لي زامونتيسور هادو هما اللي كيمتصوا ديك الصدمه ديال الثقل ديال الحوايج، كيمتصوا، فملي كيموتوا كيولوا بحال غير الطنبور معلق، وهادو ما كيخدموش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احسن تصبينه بالنسبه للماكينه لا ماشينه لافي هو يكونوا الحوايج قلالين ومنظمين، ويكون المسحوق قليل. شوفوا كيفاش كيتقلبوا الحوايج. وتا هاد لا ماشين هادي ماشي اشهار، هادي هوت بوينت اللي كتكون في الاتحاد الاوروبي. شوفوا البرد كيفاش ميل باش الماء ما يمشيش لاكارت. الفراكات كبارين، يعني الحجم ديالها تبارك الله زوينه وكتصبن مزيان، فيها واحد المميزات اللي واعرين. غير هو للاسف ما كياخذوهاش المغاربه، لانه ما كتجيش هنا. تجار المغاربه اللي كيستوردوا لينا السلعه كيستوردوا من تركيا، فما كيستوردوش بحال هاد السلعه الغاليه هادي كيستوردوها الاوروبيين من الصين. البياس ديالها صحيح، الكروازي صحيح، لورمات. احنا فين كنشوفوها عند الناس اللي كيجيبوها من برا مستعمله جايه من اوروبا مثلا، اللي كيجيبوا البياس من برا فكيجيبوها في القديم. غير اللي بغى يشريها، انا ما داير لا اشهار لا والو، غير اللي بغى يشريها يقلبها مزيان، فراه ماشينه اللي كتضرب واحد المده طويله وكتصبن ونقيه وخدمه نقيه وما فيهاش الصداع. وهادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.
السلام عليكم متابعينا الاوفياء. فاش تبغيو تنظفوا الماكينه فغادي تاخذوا بيكربونات الصوديوم والخل الابيض، ماشي الخل الاصفر، الخل الابيض. وغادي تبداو اول حاجه ديرهم في الجلده ديال الباب لانها كيكون فيها بزاف ديال الاوساخ باينه. واخا كاينين اوساخ اخرين ورا الطنبور لكن هادو باينين ليكم. كديروا الخل هنا في هاد الجلده وكتخويو عليه الصوديوم بحال هكا، فهما ملي يتفاعلوا كينوضوا داك الوسخ وتخويو في الطنبور. لكن ما تكتروش، ماشي ديروا بزاف مثلا كتير يقدر يدير رغوه وهذا ويطلع مع الماء ويفيض لكم في الماكينه. فديروا واحد العدد اللي ما يطلعش يفيض في الماكينه. فراه كينقي كل شيء، كينقي البلاستيك ديال الداخل، كينقي اللورمات، كينقي الجلده اللي ديال الباب، كينقي لاريدوين اللي هي اللي كتحبس الماء على لورمات باش ما يمشيوش. كيحاول هاد الصوديوم والخل كيتفاعلوا، كيحاولوا يحيدوا داك الكالكير وداك الترسبات ديال المساحيق والصابون والاوساخ اللي كيتجمعوا، ومع الماء السخون كيتخزنوا اللور. فهاد المواد هادو كيذوبوهم. ومن الاحسن انكم ديروا برنامج طويل، يعني اللي فيه ساعه، وتكون درجه الحراره فايته 60، تكون درجه الحراره تل 90 الا كان ممكن. متابعينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس كيسولوني على احسن ماركه. هذا ماشي اشهار، بغيتو تعرفوا احسن ماركه فهي هذه ميال. يعني كتبقى احسن ماركه في العالم كله. الجوده الالمانيه راكم عارفين، الجوده الالمانيه هذه واخا تصبن فيها حتى الحجر ما عندهاش مشكل. ما كاينش ديك يخسر الطومبور او البوم ما تموت او المونتيسور، او هذه ما كاين غير الخدمه. هذه فيها لي زامونتيسور ديالها ديال اودي، يعني دايرينها في واحد الخدمه تبارك الله، اللهم بارك. حنا قلبناها من الداخل وهذا، فكل شيء حديد وإينوكس، ما فيهاش حتى دوك الحجرات ديال السيمه اللي كيكونوا في الماكينات الاخرين اللي كيتقلوا. هذه فيها لافوند حجرات، يعني حديدات. الباب هاد الكروماج ديالو اللي كيكون داير بلاستيك مسبوغ، هي كيكون فيها اينوكس ديريكت. هذاك اينوكس اللي كيبان لك راه اينوكس اصلي، هي الاصل مياه. الاخوات بالنسبه اللي كيقطر لكم الماء من الباك، فهذه الدوليته هي اللي كتهبط من هنا، كيهبط الماء كيهبط لهاد الدوليته هذه. شتي واحد الدوره فيها بحال السيفون. دابا الا كانت تيد مسحوق مكلد او شي حاجه كيبقى هنا، او ربما شي حاجه وحلات هنا ودارت كتشيت بحال هنا، كيولي الماء بدل ما يهبط ويدور ويهبط الكيف، كيبقى كيرجع هنا وكيخوي من هنا. هذا هو المشكل، هي الدوليته اللي دايره فيها سيفون. هي هما دايرينها هنا نيت باش تبقى، لا كانت شي حاجه تبقى حداها هنا تتحيدها. السلام عليكم الاخوه والاخوات، واحد النصيحه مول هاد الماكينه وقفات ليه. ملي لقيت هكا الرغوه قلت ليه راه كديروا التيد العادي، قال لي لا راه الاخر ما كيصبنش. فالناس اللي كيديروا التيد العادي فراه نورمال غيخسر لكم الماكينه، لان البريسوسا اللي هي الحساس ديال الماء ملي كتسالي البومبا وكتخرج الماء كيبقى هذا التيد، هذه الرغوه كتبقى في التيو ديال البريسوسا اللي هي الحساس، وكتبقى ديما كتقرب لانه راه باقي فيها الماء، وكدير لكم بروبليم وكتوقف. فاش كتلقاو الماكينه فيها الماء، فهذا يعني انه محبوسه من شي بلاصه من جهه البومبا. غتحلوا البومبا الا لقيتو فيها شي حاجه، او حابسه شي خيط ملوي عليها على الفرفاره، او الدوليته داخله ليها شي حاجه ساده على الماء، بحال هذه لقينا فيها فوطه داخله فيها لداخل حابسه الماء. الشيء اللي كيخلي الفوطه كتدخل هنايا هو داك الشفط ديال البومبا، الجران ديال البومبا. فهي حيدنا من هنا مزيان. دابا بحال هكا كتنقيو هذه. هاد الطريقه منين كتدخل هي هذه بحال هكا، كتدخل ما بين الطنبور وليكيف
والماء كيهبطها مع البومبا، كتهبط تسد الدوليتا، فما كيبقاش الماء كيدوز. هنا الماء هو تسرح، غنحلو الفلتر ديالنا، غنلقاو بان كلشي تسرح، كاع التيوات، حتى التيو الصغير ولا كيدوز. هنا الفلتر ديال البومبا التحتاني حتى هو ولا فيه الماء نقي. شكرا لكم متتبعينا، والسلام عليكم. سولوني بعض الناس على هذا السلك اللي كيكون شاد الجلده هذه كيفاش كيتحيد وكيفاش كيترجع، لان بعض الناس كيتحيد لهم هذا السلك هذا ما كيعرفوش يردوه. اجيو معايا نوريكم كيفاش كنحلوا الباب. كنقلبوا بيدينا، كنلقاو واحد الرسول، ها هو فيك، كنمشيو ليه بحال هكا، شفتوه هذا الرسول هذا. كناخذوا شي جوج طرنوفيسات او مسامر او زراير او شي حاجه اللي ماضيه بحال هكا، ما تكونش ماضيه من الراس ديالها بزاف. شفتوه اش غندير ليه؟ ها هو غنحيدو هكا كيتحيد. وهذا السلك ضروري الا جبتو السلك او هذا خصو يكون بهذا العبار هذا. وطريقه التركيب ديالو كتجيو تركبوه هنا نيت، تجيو بحال هكا، دوزو هاد الجهه الفوقانيه على حسب يديكم، واش نتوما كوشي او يمنيه او بحال هكا. كنجي لهنا كنفراني هذا هنا، وكنجي لهذا كنحاول ندوزو بيدي. كيبغي شويه الصبر. حنا ركبناه. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على كيفاش يحافظوا على الماكينه ما توليش فيها الريحه، ما تخناش، كتبقى الماكينه نقيه، الجلده ما تغمالش، الطنبور ما يبوريش وما يتفرتتش وما هذا. احسن نصيحه كنصحكم هاك، خلي الماكينه محلوله ولا عليك، خلي الماكينه ديما محلوله، راه ما غيتوقعش تما داك الكالكير ولا هنا ولا في الجلده ولا في اي بلاصه، غادي تبقى الماكينه ديما مهويه وما عمرها غادي تخسر، غتضرب تبارك الله سنين طويله. هذه عرفتي شحال في عمرها؟ هذه ديما كنخليها هكا محلوله، هذه من 2010 16 سنه، ها هي باقا كتشعل فيها غير هاد الضريبه هذه. الحمد لله لانني كنحافظ عليها وسميتو انا راه ما صوبتها ما والو، واخا ماكينتي راه ما كنصوبهاش يعني، لانها خدامه الحمد لله ما فيها حتى مشكل. واحسن حاجه كندير هي كنسالي كنحل بحال هكا وصافي. فاش كتكون الماكينه طافيه ما داخلش ليها الضوء وفيها الماء كيف كتشوفوا، هو طالع حتى لهنا، والمشكل الا حليتي الباب غيتحل، غيخرج الماء، غير نكليكي على هنا غيخرج الماء. الماكينه هي طافيه لكن الماء واصل حتى لهنا، فهذا مشكل ديال الالكتروفان اللي كيكون هو الصمام اللي كيطلق الماء من هنا، الروبيني الالكتروني كيطلق الماء فكيبقى يقطر، واخا الماكينه طافيه واخا يعني هذاك خصو يتبدل. فراه هذا مشكل، غتبقى ديما الماكينه تعمر، ولا عمرات غطلع طفي حتى لاكارت يعني ما ما غاديش يتحبس الماء لانه ما عندوش اللي يحبسو. واخا الماكينه ما داخلش لها الضوء هو كيبقى خدام وكيبقى يخوي الماء هنا وكيبقى الماء طالع، فلا بقى طالع يعني الماء راك عارفينه ما كيتحبسش. والبومبا كتكون مسدوده لان عندها واحد الكره ساده الماء كطلع، فاش دابا كيدخل الماء كيهز هذيك الكره كيطلع كتسد ما كتخليش الماء يهبط، فديما ما غيمشيش للفيدونج، غيبقى حتى غيخرج اما من هنا من الباك واما من عند لاكارت. باش تعرفوا الماكينه مزيانه وما فيهاش شي مشكل في البومبا ولا في التيوات او في الدوليتا ما مخنوقه من حتى بلاصه، فملي كديروا مثلا كيكون الماء بحال هكا وملي كديروا ايسوراج كتخدموا خاص هذا الماء يمشي بسرعه. شفتي خاصو بهذه الطريقه باش يمشي، الا ما كانش كيمشي بهذه السرعه هذه فراه كاينه شي مشكله في الماكينه، شي حاجه اللي حابسه.
تقريبا اقل من دقيقه خص الماء يسالي من هذا الطنبور ما يبقاش فيه. شفتيو اقل من دقيقه خص الموتور يدور. كاع هكا خص الموتور يدور، خصو يتحرك. الا ما تحركش كاين شي مشكل في الماكينه. شفتيه الاخوات اللي ديما كيسولوني على الحراره، باغي نقص الحراره، فهذا هو ديال الحراره. ها هي 20 درجه، 40 60 95، اخر ما كاين 95. فملي تدوروا السيليكتور هكا تاخدي مثلا شي برنامج وتبغي تنقصي منه الحراره، كتجي لهذا كتكليكي هنايا كتنقصي الحراره ولا تنقصي سرعه الموتور. ما بغيتيش يعصر، ما يدورش كاع، ما يعصرش هو هذا، بغيتي يدور 400 غيبقى الماء في الحوايج 800 شويه 1200 راه غيعصر مزيان. الطنبور يدور ما كيبانش لكم مايل بزاف، يعني يبان لكم قريب للجلده من جميع الجهات، راه نورمال وما تسمعش واحد الصوت ديال الاحتكاك. اخوان الاخوات، فاش كتخنق لكم الماكينه مثلا من كتحلوا الفلتر ومع ذلك ما كيدوش الماء كامل، فهادو بومبات هما هادو. الفلتر راه كيكون لك في البومبه، ها هما الانواع. مثلا غناخذوا هذه اللي فيها مثلا راكبه، حليتوا الفلتر لقيتوا الفلفاره كتبان لكم ما لاصقه فيها حتى حاجه، نقيتوا الفلتر من هنايا. هذا الفلتر اللي هو هذا اللي كاين هنا. كيبقى المشكل فين كاين؟ كيبقى المشكل كاين في هاد الدوليته هذه اللي جايه من الطنبور. الدوليته راه كتميلوا الماكينه على الجهه اليمنيه اللي جيت الباك ديال التيت كتكيوها، كتقعد لكم هذه البومبه بحال هكا. كتجيو عندكم بانس كتحلوا هذا من هنا، كتبركوا على هذا وكتحيدوه تحطوه اللور وكتحلوه هنا، كتقلبوه هنا لداخل. اللي كاين المشكل اللي كاين غتلقاوه غير من هنا حتى لهنا، كيكون ورا هاد الكره هادي. هاد الكره هادي راه الدور ديالها راه مهم، خصها تكون، لان هادي ملي كيهبط الماء هي اللي كتسد. هنايا كيهبط الماء كيطلع بحال هكا، كتطلع فوق الماء لانها خاويه، كتطلع فوق الماء كتسد باش ما تهبط حتى حاجه. ملي تكون الماكينه خدامه حتى كطلب البومبه الماء، عاد هاد الكره كتهبط، كتجرها البومبه بالبرد ديالها كتهبط هادي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. شوف فاش كيكونوا الحوايج قلالين كيكون التصبين، الحوايج كيتقلبوا كيطلعوا الفوق وكيطيحوا لتحت. لكن ملي كتعمروا الطنبور كله فكيولي الحوايج غير كيدوروا، ما كيتصبنوا ما والو، غير كيدوروا. اللي الوسط غتبقى الوسط. اما دابا كيتقلبوا، ها هما كيبان لكم كيطلعوا حتى الفوق وكيطيحوا. خصهم هاد الطريقه هادي. كاينه هاد العوجيه اللي كاينه في الدجاجه، بزاف ديال الماكينات فيهم واحد الثنيه هنا، فملي تعمروا الحوايج ودكوهم ما تفوتوش هاد البلاصه هادي، باش تخلوا هاد البلاصه هادي، هاد الربع هذا اللي شاد الفوق هو اللي كيبقى ديال التصبين باش الفراكات يخدموا. الا عمرتوها حتى للفوق فالفراكات ما غيخدموش، غيبقاو محطوطين لهم الحوايج وكيدوروا معاهم. والسلام عليكم. اكبر خطا تديروه هو تتجمعوا الفوطات وتتصبنوهم في تصبينه واحده، وهذا اكبر خطا واصعب حاجه على الماكينه، لان الفوطات كيشربوا الماء فكيميلوا لواحد الجهه ماشي في الصابون ساهلين، كيقدر الموتور يدورهم. لكن في الاسوراج فاش بدات تعصر الماكينه كيكونوا ثقالين على الموتور، وخصوصا في الديبار ديالو ملي كيبغي يتحول من سرعه 400 ل 1200 او 1400، فتما فين كيمشي الكروازي وكيمشيو اللورمات. فحذاري الحاجه الثقيله اللي كتشرب الماء، فحاولوا ديروا غير حاجه وحده، مثلا بحال الى شي حاجه كتشرب الماء، ملايه او فوطه او مخدات او شي حاجه اللي رطبه فكتشرب الماء بزاف، فراه كتدوبل تقل داك الثقل اللي باغيين ديروه نتوما مثلا 6 كيلو، فراه كتولي فايته ل 20 كيلو. فحاولوا ما تكثروش من هاد الحوايج اللي كيشربوا الماء باش تحافظوا على الماكينه ديالكم.
ويبقى الموتور ولورمات مزيانين. وفاش تساليو ديما كنقولها لكم حلوا الباب باش داك الوساخ وداك الصابون وهذا اللي كاينين لداخل ينشفوا وما يبقاوش ياثروا على الماكينه. وشكرا. دابا انا مثلا جيت خلطت ودرت واحد المسحوق، اي مسحوق ما قلبتش، ولكن كيدير رغوه في الاخر طلع بحال هكا، حوايج قلالين يعني ما مأطريش على الماكينه. لكن المشكل الكبير ان هاد الرغوه هادي فاش غتبغي تعصر وتشلل غتهزها السرعه ديال الطنبور، غتهزها وتلوحها الفوق وغادي تخرج عند لاكارت وغتسبب في بزاف ديال المشاكل للماكينه. السلام عليكم. فيديو اليوم على لافيسيل وكيفاش كتنظف الصحون والاطباق. اولا لافيسيل ماشي بحال الماكينه كتقوم بالتحريك ديال الاواني، وهذا غامرنا بالكاميرا وحطينا لداخل باش نوريوكم الطريقه الصحيحه. لان لافيسيل كتخدم بلافاج بحال مثلا كيف كدير الطوموبيل كتغسلها في لافاج بالرشان ديال الماء، الضغط ديال الماء، بحال انك كتغسل طوموبيل، غير هو دايرينها في حجره لداخل باش داك الماء ما يخرجش لبرا. والماء فيه المسحوق وكيدوز كيختلط بالملح، الملح هي اللي كتصفي داك الماء عاوتاني وكتردو. فدور الملح انه هذا الماء الموسخ كيهبط وكيطلع تاني عاوتاني نقي، ما كيطلعش مع داك الليدام اللي كيطيح من الطباصل كيطيح يبقى لتحت، والماء كيطلع عاوتاني نقي، كيرش المواعن وكيطلعوا بهذه الطريقه نقيين وكيشعلوا. وهذا هو دور الملمع اللي كينقي في الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. فاش الماكينه كدير لكم بحال هكا كتبدا تخرج من بلاصتها وكتهز وكتخبط من واحد الجهه، فراه المشكله ماشي في الرجلين اولا دوك البياسات اللي غتجيبوا ديال التوازن تركبوهم ليها. المشكل هنا راه في لي زامونتيسور ممتص الصدمات. اللي ما كيعرفش ممتص الصدمات الصوت ديالو فاش كتجر الكروازي كتسمع تقرقيب، ولكن الكروازي كيبان لك الطنبور زاقي في بلاصتو. ممتص الصدمات اللي هو هذا. دوك جوج مونتيسورات اللي كاينين لتحت غادي تحلوا الماكينه او غادي نتكيو الماكينه على اليمين وغادي تلقاوهم من التحت ديال الماكينه غيبانوا لكم كيتحلوا بسهوله. عندهم بولونات او عندهم واحد المسامر ديال البلاستيك، فكتكليكوا عليهم بواحد البانس وكتجروهم تحيدوهم. ضروري تحلوا الباب ديال الماكينه اللور باش يبان لكم شنو كاين. ها هما كيف شفتوا انا حليت الباب، ها هما كيبانوا من الباب اللور. ممكن اللي فيهم البولونات، اما اللي كيتحلوا بالبلاستيك فراه ضروري بانس باش تحلوهم. وغادي تشوفوهم غتلقاوهم فيهم واحد الجلده كتفرقع، ما كتبقاش تحمل داك الثقل ديال الماكينه. تبدلوهم والماكينه غتكون مزيانه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للناس اللي باغي ياخذوا البياس ديال برا، مثلا الماكينات المستعملين او الثلاجات، فراه كيكون فيهم اخطر المشاكل. تقدر تديها حتى للدار ديالك وتلقاها ما خداماش، او فيها مثلا ثلاجه بوشاج او لا ماكينه ماشي لها الكروازي ولورمات، كاين اللي محروقه عليها لاكارت. فمن الاحسن انكم تاخذوا الحاجه تيستيوها تما وشعلوها تما وتاكدوا بانها خدامه تما. الا تاكدتي بانها خدامه تما، بحال مثلا هذا هو لقيناه لاصق كروازي لاصق الطنبور ما كيتحركش، هي مزيانه فيها سيشلانج وفيها مميزات مزيانه، ولكن هي لاصقه. فاش قلبتها من الداخل لقيتها مصديه ولقيتها على الوجه اللي كاين، لان الفاس ديالها بلاستيك ما كيصدي ما والو. بقات زوينه في المنظر من برا ولكن من الداخل مهلوكه. فمن الاحسن انكم تيستيو الحاجه تم، ماشي انكم تاخذوا ثلاجه وتجيبوها للدار وتلقاوها خاسره، او ماكينه وتجيبوها للدار وتلقاوها مهرس لها كرواسي. اكثر كودات كيطلعوا في الماكينه سامسونج 4 او والدي سي. الدي سي اللي هو ديال الباب فيه مشكله في السيكوريتي،
ما كيبغيش يحل وما كيبغيش يطلق الباب، فكيكون فيه مشكل كديكلاريه الماكينه بانه ما خدامش. اما 4 ايه فهو ديال الصمام ديال الماء. نقيو هذا الفلتر الصغير وتاكدوا بالتيو بانه ما مطويش. الى ما داش الماء فراه الصمام ما خدامش خاسر وما كيدخلش الماء. والسلام عليكم. باش نبغيو نصبنو منحاولوش نعمرو هاد البلاصه هادي، هاد الباك ونعمروه بالتيل بزاف، فعلى حسب الحوايج هذا هو الجهد ديالهم. فإلا زدنا شي حاجه غادا غير تحبس الماء لهيه، غادي يتجمع هاد الكوبات هادو وغادي يجمعوا لهيه وغيحبسوا لينا الماء وغيفيض. من الاحسن هو هذا، لكن الحاجه الخطا اللي درت هو هادو ما خدامينش يتصبنوا في الماكينه بالمره، لانه هانتو كاينه هاد الدوره هادي ملي كيدور كيدخلوا هنا، كيدخلوا هاد الريوسه هنا، اما يهرسوا الطنبور اما يهرسوا الباب اما يحرقوا الموتور. ضروري يديروا شي مشكله هاد الحوايج اللي قاصحين. فمن الاحسن الى اقتضى الحال وغديروهم فمن الاحسن ديروا لهم هكا وديروا لهم هكا. مثلا هاد المخده هادي هي اللي في الوجه هنا. إلا كدير لكم الماكينه هكا فراه الحوايج ما مقادينش، ميلي لواحد الجهه فكتبغي ديماري باش تطلع لديك السرعه ديال تفوت 1000، ولكن الحوايج ميلي ليها تقدر توقف وتعطيك ايرور ديال الثقل. غتعاودو توقفوها وتعاودو تخدمو الاسوراج بوحدو وراه غادا تخدم مزيان. ملي غتقاد الحوايج الراسي غادا تخدم في نفس التوقيت اللي هو 7 دقائق اللي بقاو ليها. هانتوما هاي دابا غتنطلق من السرعه 400 ل 1200. ومبقاتش كتحرك من هنا، السبب هو الحوايج ما كانوش مقادين. إلا كدير لكم الماكينه هكا فراه الحوايج ما مقادينش، ميلي لواحد الجهه فكتبغي ديماري باش تطلع لديك السرعه ديال تفوت 1000، ولكن الحوايج ميلي ليها تقدر توقف وتعطيك ايرور ديال الثقل. غتعاودو توقفوها وتعاودو تخدمو الاسوراج بوحدو وراه غادا تخدم مزيان. ملي غتقاد الحوايج الراسي غادا تخدم في نفس التوقيت اللي هو 7 دقائق اللي بقاو ليها. هانتوما هاي دابا غتنطلق من السرعه 400 ل 1200. ومبقاتش كتحرك من هنا، السبب هو الحوايج ما كانوش مقادين. احسن تصبينه بالنسبه للماكينه لا ماشينه لافي هو يكونوا الحوايج قلالين ومنظمين ويكون المسحوق قليل. شوفوا كيفاش كيتقلبوا الحوايج. وتا هاد لا ماشين هادي ماشي اشهار، هادي هوت بوينت اللي كتكون في الاتحاد الاوروبي. شوفوا الباك كيفاش ميل باش الماء ما يمشيش يتلاكارت. الفراكات كبارين، يعني الحجم ديالها تبارك الله زوينه وكتصبن مزيان، فيها واحد المميزات اللي واعرين. غير هو للاسف ما كياخذوهاش المغاربه، لانه ما كتجيش هنا. تجار المغاربه اللي كيستوردوا لنا السلعه كيستوردوا من تركيا
فما كيستوردوش بحال هاد السلعه الغاليه هادي كيستوردوها الاوروبيين من الصين. البياس ديالها صحيح، الكروازي صحيح، لورمات. حنا فين كنشوفوها عند الناس اللي كيجيبوها من برا مستعمله جايه من اوروبا مثلا، اللي كيجيبوا البياس من برا فكيجيبوها في القديم. غير اللي بغى يشريها انا ما داير لا اشهار لا والو، غير اللي بغى يشريها يقلبها مزيان، فراه ماشينه اللي كتضرب واحد المده طويله وكتصبن ونقيه وخدمه نقيه وما فيهاش الصداع. وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. هاد لا ماشين كاندي ما كتدخلش الماء. قلبت الخيوطه ديال البومبا، شكيت فيهم اللي يكونوا مقطعين، ساعه المشكل ماشي منهم، لقيتهم من لاكارت مفرقع واحد الفيزيبل، ها هو قلبت عليه، هو من هنا لالين ديالو هو هذا كيشتو راه مفرقع، راه كيبان الثقبه فيه. فقلبت على لاكارت اخرى لقيت فيها نفس البياسه، حيدتها ها هي. الى وقع لكم نفس المشكل، البومبا ما بقاش كتخرج الماء، فالبومبا فيها شي حاجه وحبسات مثلا وردات الضوء لهذا السيركوي في لاكارت كتفرقعوا، فهذا هو المشكل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنتكلموا على تسريب الماء. كاينين ثلاثه الحوايج. اولا الباك، فاش كتعمر الدوليته ما كيبقاش الماء كيدوز وكيفيض. ثانيا الدوليته ديال التحت اللي هي اللي كدوز البومبا، فاش كتحل من شي كونيا او كتثقب مع الارتجاج ديال الماكينه فتا هي كتبدا تقطر. بزاف ديال الناس كيسولونا كيقول لك الماكينه كيخرج منها الماء لتحت، فهادو هما الاسباب اللي كيخلوا الماكينه يخرج. غادي نتقلبوا غير الدوليتات مزيان. اما التسرب اللي واضح واللي هو ديال الجلده ديال الباب، فهذا واضح كيخرج الماء على برا من جهه الباب. الشيء اللي كيخلي الماء كيتسرب هو الجلده، اما مفرومه او مقطعه من الجناب ديالها بحال هادي، كتخوي الماء لداخل على التسرب. هاد الشرقه هادي كتخلي الماء يخوي لداخل. اما الفرمات اللي كيكونوا في الباب على برا فهادوك كيخلوا الماء يخرج من الجاجه ديال الباب. من الاحسن تبدلوا جلده، فراه ما كتكونش غاليه. جلده كدير من 100 درهم حتى 200 درهم 250 درهم، ما غالياش. غير خاص اللي يكون يعرف يحيد الجلده ويعاود يردها ثاني لبلاصتها مزيان. وما تقلبوش الجلده، لان بعض الناس كيقول لك نقلبوها فراه كتخنز الماكينه، لان كاين واحد التقيبات كيدوزوا الماء لداخل داك الماء اللي بقى، وكيبقى الماء تما وكيخناز. اما بحال هكا فالجاجه حتى هي كتخلي الى تفرمات كتخلي الماء يدوز. والجوان ديال الفلتر حتى هو كيسرب الماء. هاد الكونيات زيروهم مزيان، وحتى داك التويو الصغير اللي كتقلبوا منه حتى هو راه ما رديتوش مزيان راه ممكن يكون منه تسرب. فمن الاحسن انكم ملي تقلبوا هادشي مزيان تميلوا الماكينه. فاش تبغيو تقلبوا هاد الدوليته تميلوا الماكينه الجهه اليمنيه على جهه الباك ديال المسحوق، وتقلبوا هاد الدوليته والبومبا وهذا الشيء كله منين كاين التسرب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احسن طريقه باش تحافظوا على الماكينه تضرب معكم مده طويله، ماشي هو المسيح، وماشي هو تسدوا الباب، وماشي هو تجمعوا الصابون وتصبنوا في نهار واحد. من الاحسن انكم تفرقوا الصابون، لانه الموتور ما يقدرش يخدم 5 المرات في النهار، او الريزيستونس سخن وتبرد شحال من مره في النهار، فهذا صعيب على الماكينه اللي كيخلي الماكينه تبقى نقيه. والدليل قدامكم، هذه ماكينتي في العمر ديالها 16 سنه. باش كنحافظ على الماكينه انني كنحل الباب ملي كنسالي، دائما هذه الباب محلول. شوفوا الجلده كي باقا دايره تبارك الله. وثاني حاجه ما كتخناش، لانه داك البخار والماء اللي كيبقى تما كينشف بوحدو، وحتى ديك الاوساخ اللي فيها لداخل والبكتيريا كتنشف. حلوا الباب ما تسدوش،
ونقيو الفلتر، غتبقى الماكينه مده طويله ان شاء الله.